شكرا للزميل سلطان، شكرا للأخوة الزملاء المحللين في الاستوديو التحليلي على بسم الله وما شاء الله. ومنه نستلهم العون والتوفيق والسداد. نبدأ منافسات النخبة ووصيف النخبة للون الحمر هذا العام فيها النسخة الاستثنائية، فيها النسخة السابعة، النسخة الملكية من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. دخول، فمرحبا بمن قدم، مرحبا بمن جاء يريد أن يحصد نوماس هذا الشوط وأن يكون متوجا بنخبة الحمر هذا العام في النسخة السابعة. نتمنى التوفيق للمشاركين معنا. والله اليوم يا جماعة الخير الواحد ما يدري وش يقول، لكن نقول أن الراجحي ينافس الراجحي، منافسة الراجحي فيما بينهم. وأسعد بأن يكون معي في هذه اللحظات الزميل المحلل والخبير في شؤون الإبل الزميل مقعد بن كديس. لحظة دخول الراجحات لعبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي، صاحب الإنجازات، صاحب الحقيقة في سجله الحافل بالتواجد، الحافل بالحضور، الحافل بكل ما هو إنجاز في عالم الحمر متساوية بين دق وجل على 4 سلالات معروفة: سلالة الباتل، وسلالة الهدب، وسلالة رمان، وسلالة أيضا طفحان. لا يوجد إيجار في هذه المنقية، في منقية الراجحات. وحقيقة تواجد جميل، تواجد وحضور ومنافسة في السجل إنجازات، وفي الحضور أيضا له بصمة وبصمات، وفي أيضا للمواقف هو أيضا له وقفات. عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي الحاضر المتواجد، اللي الحقيقة نشوفها الحلال الطيب في لحظة هذا الدخول، في لحظة الأناقة، في لحظة التواجد. أخوي مقعد ابن كديس الراجحي ينافس الراجحي على النخبة والوصيف. ما هو رأيك؟ وعلمنا وحدثنا باللي تشوفه على أرض الواقع. يا هلا يا ابو ثامر، نمسي عليك ونمسي على عشاق الحمر وعشاق الزين، ونمسي على الملاك في صالة الملاك وعلى اللجان. حضروا لنا الزين وحضروا لنا النوادر، واللي عنده فردية حمراء ولا هاقي ينفذ الشوط يقدم لها. ما قدم الا الراجحي وابنه، وحضور طيب، حضور مشرف، حضور فرديات ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اسمي الراجحي القوة الضاربة في الحمر. هو كذلك قوة ضاربة في الحمر، قوة ضاربة في الحمر. نتمنى لهم التوفيق جميع. نتمنى التوفيق لعبد المحسن بن صالح الراجحي، أيضا نتمنى التوفيق أيضا لزميلنا نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي المنافس لوالده. يقولون ما في أحد تتمنى أنه يكون أفضل منك إلا ولدك. والحقيقة طبعا اليوم يمكن نايف ما يتمنى أنه يكون أفضل لا في الحلال، ولا يتمنى أن يكون أفضل من والده، وهذه طبعا قيم تربينا عليها، مع أن الوالد هو يتمنى أن يكون ابنه هو المنافس له، وأن يكون ابنه طبعا هو امتداد له. وعسى الله يطول بعمر الوالد عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي. الحقيقة تربع وسيطر في هذا العام وفي أعوام سابقة على منصات التتويج. المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هيمنة كاملة في النسخة السابعة في جل الحمر. المركز الأول في النسخة السابعة في فئة سيف الملك اللي نتمنى له التوفيق، كما حقق أيضا إنجازات في النسخة السادسة. المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع في فرد دق في النسخة السادسة، والمركز الخامس في فرد جل في النسخة السادسة. حقق المركز الأول في النسخة السادسة في فئة سيف الملك، وحقق المركز الثاني في النسخة الرابعة في فئة سيف الملك. ونشاهد هذا التطور بين النسخة الرابعة والنسخة السادسة. المركز الثاني في فرد جل حمر في النسخة الثالثة، والمركز الأول في فرد دق الحمر في النسخة الثالثة، والمركز الأول في النسخة الثالثة في فئة شلفة ولي العهد اللي نتمنى له التوفيق. هذه هي الإنجازات، وهو قليل من كثير أمام إنجازات أنجزها الراجحي من خلال منافساته ومن خلال مشاركاته. الآن هذه اللحظة اللي تشاهدون فتحت البوابات وفتح المقر المعد لاستقرار الراجحات معنا هذا اليوم، واللي الحقيقة نقول شكرا لهذا الأداء، شكرا لهذه المنافسة القوية. أيضا ينافس بقوة وبشكل فاعل على إشداد ندر الصفر من خلال المشاركات. الآن لحظة المنقية المنافسة
اللحظة المنتظرة، لحظة التواجد لأخونا نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي، اللي نحييه ونحيي تواجده ضمن أيضا الراجحات وفي المنقية القادمة بقوة. طبعا اعتمد نايف بن عبد المحسن الراجحي على الدق في منافسة حقيقة مع الوالد عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي. اعتمد أيضا على سلالتين جميلتين جدا، سلالة الباتل وسلالة رمان. لا يوجد طبعا إنجازات. أمسي بالخير على أخونا نايف بن عبد المحسن. نايف واحد بواحد، يعني أنا وين أبغى أروح؟ يعني أنا أبغى أشوف وين أروح. الاتجاه إلى مقعد الحيمر المتواجد مع الله يحييه، تواجد مقعد الحيمر أحد الأسماء الكبيرة، ونمسي عليهم بالخير مقعد ونايف، وكلاكم والله أقوياء، كلاكم الحقيقة جميلين. احنا شاهدنا عرضك يا نايف، وأيضا شاهدنا عرض العم مقعد الحيمر المتواجد، وشفناه يوم ركب الرحول. الله يعطيه طولة العمر والعافية، وما شاء الله عليكم. خلاص مقفل يا نايف الراجحي؟ يقول مقفل، ما عاد في كلام، عاد تتكلمون. ولك ولا للوالد اليوم؟ النخبة لك؟ الله 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 الله. مقعد الحيمر يقول لك لا. أنا أشوف سعيدين بهالتواجد. حضور المنقيتين حمر، أنا أشوف بما أسميه استعراض قوة في الحمر. بس نايف مستبد يا مقعد. إيه؟ نايف يقول أنا الأول. على الأول عند علمه عند اللجنة، لكن أنا أقول أن الجل يلعب دور في المنافسات في حسم المراكز. الحين نخبتين، نخبة دق أو نخبة جل. الراجحي قسم ما بين النخبة الدق والنخبة الجل، وأقول كلهم فايزين، ولكن أتوقع أن مع أن الدق فيها فرديات أكثر، لكن أتوقع أن الجل ستحسم المنافسة. والله يا أبو مبارك أنا بتجه مع نايف الحقيقة. أنا بتجه مع نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي. تواجده كبير، تواجده قوي. في النسخة الأولى، عفوا في النسخة الرابعة، حقق المركز الأول في فئة شلف ولي العهد، وهذا طبعا إنجاز. في النسخة السابعة أيضا شارك وحقق أيضا المركز الأول. طبعا حقق أيضا المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في دق الحمر في النسخة السابعة، بينما والده الحقيقة الوالد عبد المحسن بن صالح، اللي ما نتمنى أنه نفوز عليه، لكن نبي نفوز إن شاء الله، ونبي نحقق إن شاء الله رقم من خلال المشاركة والمنافسة بين نايف وبين أيضا عبد المحسن. وكما ذكرنا أنه الراجحي ينافس الراجحي، نافس بالدق وقدم الدق اليوم نايف. شوف يا أبو ثامر، التاريخ ما يشفع لك في الميدان. نعم. ما يشفع لك في الميدان إلا حضور الفرديات، لكن أما التاريخ مثل ما يسمونه بكى على الأطلال. التاريخ ما يشفع لك حضورك في الميدان، ولكنهم حضروا نوادر، وأتوقع أن عبد المحسن أنه سيحسم شوط النخبة، ولو خذها نايف نقول الولد كفى الوالد. إذا نتمنى التوفيق للوالد عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي، وأيضا نتمنى التوفيق لأخونا أيضا نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي. والله الحقيقة يعني حنا حقيقة أمام اسمين كبيرين، أمام اسمين الحقيقة من أحب الأسماء إلى قلوبنا، الوالد عبد المحسن بن صالح الراجحي، وأخونا أيضا نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي، اللي ممثل الشباب من خلال حضوره ومن خلال تواجده، أيضا اعتماده على الدق في هذا اليوم في التكتيك وفي منافسة شوط المستقبل، الاستثمار، الحضور القوي جدا للدق الحاضرة والمتواجدة. الآن تشاهدون عملية الاستعداد لدخول طبعا المنقية، منقية الراجحات مع نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي إلى المقر المحدد لها وإلى الموقع المحدد له، ولكن بانتظار هذه اللحظات، بانتظار هذا التواجد وهذا الحضور القوي جدا لمنقية نايف بن عبد المحسن ومنقية عبد المحسن بن صالح الراجحي. اعتمد طبعا عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي على التساوي وعلى توزيع المنقية بين دق وجل، وطبعا هذا تكتيك الحقيقة تكتيك جميل جدا وتكتيك مختلف جدا. نايف بن عبد المحسن الصالح بن صالح الراجحي اعتمد أيضا على سلالة أو اعتمد على الدق وعلى الأعمار الأقل، لأنه الحقيقة محقق 5 مراكز
هذا العام في دق الحمر في هذه النسخة. منافس عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي منافس على الشداد بقوة، وحاضر ومتواجد أيضا بقوة في كافة الأشواط. حقوق الحقيقة اليوم مكتسبة للجميع، والمنافسة هي حق للجميع بين نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي وبين الوالد عبد المحسن بن صالح الراجحي. أكيد ستكون أيضا قرعة نفس الشوط المعمول فيه أو نفس شوط المجاهيم اللي راح نشوفه. مستوى الإنجاز، هل الدق ولا يروح للجل يا أبو بار؟ والله طبعا دائما الجل يخدمك في الميدان، في العرض، في الهنا، لكن أنا أشوف أن الدق أقوى من الجل. الدق أقوى؟ حاليا الدق أقوى من الجل، وأشوف نايف ماخذ 2 من الجل حاطه مع الدق، يعني المفروض ال2 هذول يروحون مع الجل، يروح مع الوالد عبد المحسن. يروح مع الوالد ويبدلهن بدق. هذه ثنايا مشلعات ثانية، المفروض يروحون مع الجل ويبدلهن بدق. ما شاء الله. لكن يمكن عاد الوالد قال خلني ادعمك ب2 اعطيك اياهن، يعني معطيه عطاء. طيب نبي نشوف نايف، ايش راي نايف بالكلام هذا؟ يعطيه 2 دعم معنوي له. دعم معنوي لنايف؟ دعم معنوي. احنا ودنا نشوف نايف هل دعم ولا ما دعم. نبي نشوف نايف هل دعم ولا ما دعم الان. طبعا تواجد نايف وتواجد عبد المحسن، تقول دعم يا ابو مبارك؟ في 2 معه من الجل ما هم من الدق. الان الاتجاه مقعد الحيمر ونايف ابن عبد المحسن الراجحي، ومصر نايف ابن عبد المحسن الراجحي على انه الاول. مقعد طبعا ينتظر، يقول ما هو بكيفك ولا راح يحصل لك، وانت المركزين. طيب الاول والثاني ما يصير، انت جيت بوحده الان، انت الان جيت بوحده يا نايف، انت ما جيت هنا ب2. الاول والثاني بعد. والله هذه قويه عاد يا نايف ابن عبد المحسن. اعطونا نايف، خلونا نسمع نايف. مقعد الحيمر بجنبك يا نايف معي عليك، يقول لك لا، يقول لك الاول للوالد عبد المحسن بن صالح، وانت بكيفك، وش رايك؟ مصر، الرجل مصر يا جماعه الخير، ورجل قوي عنيد الرجل هذا. تواجدهم الان في حضور سمو الامير خالد بن سلمان رئيس لجان التحكيم، الله يعطيه العافيه ابو سلمان على هالحضور وعلى هالتواجد. والحقيقه القرعه الان اصبحت جاهزه بانتظار القرعه. من سيكون اول من يختار فرديه من الفرديات لتمثيل المنقيه؟ هل ستكون من صالح عبد المحسن ولا من صالح نايف؟ ها يا نايف يا عبد المحسن، نبي نشوف الاختيار الاول عند من سيكون. الان تجهز عمليه تجهيز الاوراق، عمليه تجهيز الامور الاداريه اللي تتعلق بلجان التحكيم. نشوف هل تم الحل بشكل ودي بين ممثل عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي وبين نايف بن عبد المحسن الراجحي. من سيبدأ يا نايف، أنت ولا الوالد؟ أنت ستبدأ. كفو وأنت لها إن شاء الله وأهل. والله يا نايف احنا أصواتنا تتجه لك الحقيقة، احنا مع الشباب وتتجه أصواتنا لكم. ولا الوالد عسى الله يطول في عمره، عبد المحسن الراجحي آخذ النواميس ومحقق النواميس، عسى الله يطول عمره ويحفظه ويرعاه إن شاء الله. يبدو أنه نايف سيبدأ اليوم، يبدو أنه سيبدأ. شو نسوي يا ابو؟ نايف هو اللي بيختار اليوم. شوف تدريب ابو فهد نفع معنا ولا لا؟ هذا والله استاذ، ودي لك تتفوق على استاذك ان شاء الله. وقع، خلونا نشوف هل وكل ولا ما وكل احد نايف. هل وكل احد يعزل عنه ولا ما وكل؟ القرعه بالتراضي تمت من دون قرعه. الان استكمال الاوراق والمتطلبات لجنه التحكيم. الحقيقه في شوط النخبه في متطلبات خاصه على المشارك انه هو يقدمها. نايف بن عبد المحسن الراجحي وقع لونها اللون رقم المنقيه، لون المنقيه. ان شاء الله تبارك الرحمن التوقيع الان اخذت في الميدان. منتهى الشفافيه والوضوح ابو مبارك. والله نشكر المنظمين في المهرجان على استحداث فكرة إنجاح الشوط هذا. نتمنى أنها كانت في النسخة السادسة حيث الحماس قوي وفيه خصمين ندين في جميع الأشواط النخبة، لكن النسخة الثامنة بإذن الله يجي مالك في الحمر جديد ويجي مالك في الصفر جديد والشعل، ويجي فيها حماس ويجي فيها والمجاهيم كذلك.
اليوم ختام الحقيقة أسطوري لنخبة الحمر. وجود نايف بن عبد المحسن الراجحي هو يختار بنفسه الفردية اللي راح يضحي فيها في هذه المنافسة. نبي نشوف التكتيك، نبي نشوف تكتيك نايف بن عبد المحسن الراجحي، بالمقابل في تكتيك أيضا لصاحب الخبرة مقعد الحيمر، أحد الأسماء الكبيرة. إيش رأيك الآن؟ أنت ترشح مقعد ولا نايف؟ والله أنا من ناحية وجهة نظري أن قوتك ما تغامر بها بالبداية، تخليها رصيد لك في الحسم الأخير. مقعد إيش اسمه لدي يا مقعد أبو فهد. أبو فهد. حي الله أبو فهد. نايف وش اختار نايف؟ نايف اختار شقرة الرجحت. نبي نشوف شقرة الآن اللي تستعرض أمام لجان التحكيم. نبي نشوف الآن شقرة اللي راح تكون هي أول المنافسين اللي راح تستعرض بقوتها في هذا الشوط. تستعرض شقرة الآن. نبي نشوف الآن مقعد وش اختار. شقرة وعلى شقرة، والشقرة إن شاء الله لها نصيب، وإن شاء الله نشوف أول الدرجات. أنا والله على النقطة الأولى يا أستمر يا ما أستمر. شقرة الآن دخلت المنصة، دخلت الآن الاستعراض، منافسة بقوة. تحدد الآن مقعد الآن دخل الخبرة والحقيقة من الأسماء الكبيرة. أبو فهد وش اخترت يا أبو فهد؟ رجال راعي ميادين، رجال الله يوفقه، خبرة، رجال راعي إنجازات. بالتوفيق. يبدو أن نايف ضحى بأطيب أوراقه عنده، قال خلني أبديها من البداية قوة. والله شوف، نايف كان ممثل مزادات يا أبو مبارك، مثل الوالد في المزاد، والحقيقة نشوف اختياره للمزاد يبدو أنه ذكي جدا ويتبع تكتيك مختلف جدا. أبو فهد وش طلع مقعد الحيمر وش طلع من الفرديات؟ نبي نشوف الآن الهواء.